السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد وآخر أخبار الامتحانات التكميلية للصفين الأول والثاني الثانوي وجميع صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي. كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن مواصفات الامتحان التكميلي الذي سيتم عقده لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي اللي هم طلاب صفوف النقل الذين تخلفوا عن أداء أي امتحان من شهور مارس أو إبريل، ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية. قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها: يعقد الامتحان التكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وإبريل أو إبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية. يعني الامتحان هيبقى على شهر يا إما مارس وإبريل، ده لو أنت في رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، ستة ابتدائي، تانية إعدادي، أولى إعدادي. ولو أنت في أولى وتانية ثانوي هيبقى على منهج إبريل فقط. عدد أسئلة الامتحان التكميلي هتكون 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة. زمن الامتحان التكميلي قدره ساعة. يعقد الامتحان التكميلي بمعرفة المدرسة. لا يتجاوز عدد المواد أثناء عقد الامتحان التكميلي 3 مواد في اليوم. وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني أنه في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثاني في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس. لو حضرتك دخلت امتحان التكميلي وربنا ما وفقكش وما نجحتش وما جبش درجة النجاح، هيتعمل لك امتحان دور تاني في شهر أغسطس شهر 8، هيكون على منهجين الترم الأول والترم التاني في المادة دي. فانت المفروض يعني لو انت عندك امتحان تكميلي تخش وتذاكر على قد ما تقدر عشان على الاقل تنجح وما تخش امتحان دور اغسطس ده، لانه هيبقى صعب اكيد. الامتحان ده هيكون بمعرفة المدرسة. المدرسة هي اللي هتحطه، مش هيكون جاي من إدارة أو أي حاجة. المدرسة هي اللي هتحطه اللي هو الامتحان التكميلي ده. فإن شاء الله ربنا يسهل وربنا ييسر لكم أموركم. وعايز أعرف منكم كام واحد جاله امتحان تكميلي أو هيخش امتحان تكميلي في الكومنتات، لأن الأعداد اللي عمالة تجيلي والرسائل اللي عمالة تيجي بتقول إن الأعداد كبيرة اللي دخلت امتحان تكميلي، وكلهم بيقولوا إن احنا مظلومين وكنا بنذاكر وكنا بنحل كويس واللجان كانت سايبة وكان في غش، ورغم ذلك كله خدنا امتحان تكميلي او دخلنا امتحان تكميلي. فانا هنتظر منكم ردود في الكومنتات تأكدوا على الكلام ده او تنفوا الكلام ده. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.